صباح الفل، اخباركم ايه؟ بسبب رعونة اللعيبة واهدار الفرص الكتيرة في ماتش امبارح، وطبعا قبل كده في اهدار كثير من الفرص، وطبعا عندنا ازمة كبيرة جدا في المهاجم. طبعا المهاجم الجديد الاحتمال النسبة الكبيرة جدا في الانتقالات الشتوية القادمة هو ابو بكر تراوري. أبو بكر تراوري لاعب الاتحاد المنستيري، قيمة التسويقية بتاعته أنا قلتها قبل كده 600 ألف دولار بس. طبعا أنيس بوجلبان رشح المهاجم المالي لإدارة النادي الأهلي، وطبعا إدارة النادي الأهلي عندها إيجابية جدا للمهاجم ده، وطبعا كلنا عارفين إن أنيس بوجلبان عينه حلوة جدا، وهو من الجنود المجهولين لإدارة النادي الأهلي. طبعا هو اللي جايب لنا كريستو، وهو اللي جايب لنا أجاييه، وهو اللي جايب لنا علي معلول وديانج. يعني الراجل بجد زي الفل. لكن الحاجة الوحيدة، الأزمة الوحيدة اللي ممكن تحصل هي مفيش مكان للأجانب في حالة واحدة. لو موديست ما تألقش في كأس العالم للأندية القادمة في جدة هنقول له مع السلامة. وطبعا ديانج جاي له عرض خرافي من القطري ب7 مليون دولار. 7 مليون دولار، يعني الموضوع مش بسيط يا جماعة. هو كده كده ديانج هيمشي في آخر في الانتقالات الصيفية القادمة، وعلي معلول احتمالية كبيرة جدا، يعني أنا ممكن أقول لك 99.9 هو خلاص علي معلول مع السلامة، هيروح يأمن مستقبله بره في أي نادي من الأندية الخليجية، وبعدين هيرجع يمسك منصب إداري في النادي الأهلي. يعني الموضوع خلاص، هو أصلا عايز يجدد 3 سنين، وطبعا الأهلي أنا قلت لكم قبل كده إن هو عايز يجدد له موسم واحد، وطبعا علي معلول رفض وخلاص سنه كبر. يعني الموضوع انتهى، يعني هيبقى فيه 2 لاعيبة أجانب هيكونوا خارج القايمة، ديانج وعلي معلول. يعني الموضوع ممكن ابو بكر التراوري، ممكن محمد كونيتي لاعب بوركينا فاسو. دول اللي على طاولة النادي الاهلي حاليا. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.